واهلا، خلنا اسوي معاكم او اعلمكم طريقة دجاج بالكريمة من ألذ الوصفات اللي سويتها لعيالي او في البيت بشكل عام. لذيذة يا بنات. راح اخذ صدور دجاج واقسمها بالنص عشان تكون شوية سخيفة. وبعدين اتبلها بزيت زيتون، فلفل اسود، بابريكا حلوة، وبهارات مشكلة، وفلفل اسود انا قلتها. اي بعدين افركها كويس، بعدين على مقلة مرة حار احط صدور الدجاج. شوفوا كيف نحيفة مرة عشان تستوي بسرعة، فاباها تاخد تحمير على السريع، مو شرط تستوي استواء كامل. بعد ما انتهي من كل صدور الدجاج، من بعد ما احمرها احطها في صحن عشان ترتاح شوية، وفي نفس الطاوة أضيف قطعة زبدة. إذا ما تبون زبدة حطوا زيت عادي، بس بالزبدة بتطلع أطعم. وبعدين راح أحط بصل مقطع بهالحجم صغار، وبعدين راح أحط الثوم، وأبدأ أحركها كويس لين ما تدبل معانا. وإذا تحبوا الفطر ضيفوه في هالمرحلة. أضيف ملعقتين دقيق كبار وحركها كويس برضو. راح أضيف موية بالتدريج، أو إذا عندكم مرق دجاج استخدموه. وبس يثقل معانا القوام شوية راح أضيف كريمة طبخ أو حليب زي ما هو متوفر عندكم. وفي هذه الخطوة لازم تستمرون بالتحريك عشان ما يتكتل معاكم الصوص. أنا أضفت فلفل الرومي الأحمر، ممكن تحطوا أي لون تبونه. وبعدين أضيف باقي صدور الدجاج وأخليها تطبخ على نار هادية مرة لين ما أتأكد إن الدجاج استوى كويس وإن الصوص تسبك معانا. وكخطوة أخيرة أحط الملح. أنا كذا في طبخاتي دائما أحب أملح آخر شيء. وبس استوت معانا الطبخة. ممكن تقدمونها مع رز، ممكن مكرونة، أو ممكن تاكلونها كذا لحالها. لذيذة يا بنات، اعتمدوها.